السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مشايخ كيف كل حال؟ اذكر الله صلوا على النبي. معي بعض النقاط حابب أردها لعلي البخيتي. فالأول والأخير واحد في اللايف سأل يا علي البخيتي هل تصلي؟ قال أنا أصلي عادات وتقاليد. قالتكم الله هل من عاداتنا وتقاليدنا نصلي ولا إسلامنا حثنا على ذلك؟ العادات والتقاليد من قبل الإسلام، قبيلك كرم في الشعب اليمني وكل شيء عادات وتقاليد، هذا تعتبر عادات وتقاليد وليس الصلاة والصوم. هذا أول حاجة يا شباب. ثاني حاجة، أنت يا علي البخيتي تشتي تقنع الناس يلحدوا. أول حاجة اقنع جهالك. شفت في فيديو في التيك توك قالوا له يا علي البخيتي تصلي، قال أنا أصلي عادات وتقاليد وأصلي مع جهالي لأن جهالي مسلمين، جهاله ومرته مسلمين على ما سمعنا منه. أول حاجة اقنع مرتك الذي معها 24 ساعة وعيالك، ثم حاول تقنعنا يا مفكر. لا أنت مفكر، اقنعهم الذي توياها في فراش واحد. ثاني حاجة، شفت الفيديو قال يحق للمرأة تعدد الأزواج. خلاص بنتك تخيل تتزوج 5 6 أشخاص، جالها ولد، ابن من هذا؟ فكر شباب، والله ما في أطهر ولا أعف من دين الإسلام، وإنه الدين الحق. وكما ذكر في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. وصلوا هذا له. سلام.